قفشتك بقى انت هنا وانا عمال ادور عليكي في كل حته. جرى ايه؟ احنا مش قلنا كل واحده تنام في سريرها؟ بابي اصلا انا عايزه انام النهارده جنب فاطمه. لا يا حبيبتي ما ينفعش كل واحده تنام في اوضتها. احنا كده كده هنخلص القصه وكل واحد هينام. طيب زي بعضه علشان خاطركم بس اشربوا اللبن مع بعض وخلصوا القصه مع بعض خليكوا. الو. ايوه يا مدام زيزي. ايه؟ مستشفى ايه؟ طيب 5 دقايق وجاي. في حاجه يا بابي؟ لا يا حبايبي، ده واحد صاحبي الظاهر عمل حادثه صغيره كده بالعربيه، هنزل اطمن عليه وارجع لكم على طول. روما، خليكي بايته جنب اختك لغايه ما ارجع. ها؟ باي باي. النبض بقى طبيعي، كلها 5 دقايق وتبقى كويسه. يعني هتقدر تروح النهارده يا دكتور؟ ان شاء الله تفوق وتستريح شويه وبعدين تقدر تروح. الدكتور بيقول. سمعت يا مدام. انا شايف ان كتر خيرك لحد كده. تقدري حضرتك تتفضلي وما تعطليش نفسك. يا سلام، يعني هو حضرتك عايز تحملني مسؤوليه اللي حصل؟ يعني هو الحق عليا؟ يا ست هو حد قال لك حاجه؟ الله، بقول لك متشكرين على اللي انت عملتيه وما تتعبيش نفسك اكتر من كده. مع السلامه بقى يا مدام زيزي. طب انا غلطانه والحق عليا. فين يا فريد؟ حضرتك في المستشفى يا مدام. معلش، ليكي حق تنسي كل حاجة، بس أنا هرجع بذاكرتك شوية لورا كده عشان أفكرك. حضرتك يا مدام جيهان نزلتي مع صديقة عمرك مدام زيزي عشان تروحوا للدكتور. الدكتور اللي المفروض إنه كان هيعمل لك عملية إجهاض، ويبدو ان الدكتور ادالك حقنة بنج زيادة شوية. للأسف كانت هتخليني أخسرك وأخسر بنتي، بس الحمد لله قدرت ألحقك وأجيبك على المستشفى هنا، وأدي إحنا أهو قدام بعض أهو. يعني إيه؟ عملية ما اتعملتش. تصوري إن العملية ما اتعملتش. قلت لك يا جيهان، قلت لك مفيش حد يقدر يعاند ربنا. مش عارف اقنعك بكده ازاي بس. يعني مفيش فايدة؟ لا مفيش فايدة. البنت هتفضل غصب عنك وعني، وهتنزل وهتشوف الدنيا وهفرح بيها واخدها في حضني. عارفة ليه يا جيهان؟ لأنها هدية بعتها لي ربنا، وانا حمد وشاكر فضله عليها. بتعيطي يا جيهان؟ عموما انا مش هسألك انت عملتي كده ليه، لان اللي هيسألك ربنا سبحانه وتعالى. انا بس عايزك تجاوبيني انا على حاجة واحدة بس. انت ازاي جالك قلب تعملي اللي انت عملتيه ده؟ ازاي عندك وصلك لكده؟ أرجوك يا فريد، عايزة أمشي. هتمشي بس بعد ما نتفق الأول اتفاق. أنا تعبانة مش قادرة أتكلم خالص. يبقى هتسمعيني على الأقل. عايز إيه يا فريد؟ بنت اللي في بطنك مالها؟ عاوز أبقى مطمن إن اللي حاولت تعمليه النهاردة مش هيتكرر تاني أبدا. عايز أحس إنها في أمان. قلتي إيه؟ عايزني أعمل إيه؟ تحافظي عليها ليا مش ليكي، وتاخدي بالك منها كويس قوي برضه ليا انا مش ليكي. بعد كده انا مستعد انفذ لك كل طلباتك. يعني إيه مستعدة تنفذ لي طلباتي؟ يعني من النهارده انا اعتبر ان بنتي موجوده هنا في حضانه،
حضانة تكبر فيها وتتغذى منها لحد ما ربنا يريد وتوصل بالسلام. بالبلدي كده يا جيهان هانم، أنا عايز أأجر المكان ده. تبقى اتجننت يا فريد. تعرف بتقول ايه؟ بكلمك باللغة اللي أنت بتفهميها، بلغة الفلوس يا هانم. الرعب اللي أنت عايشة فيه واللي مسبب لنا كل مشاكلنا. فريد لو سمحت، انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي. وقت السماح عدى خلاص. فكري كويس في العرض اللي انا عرضته عليكي، ولعلمك انا مش هسمح ولو بالصدفه. فاهمه يعني ايه بالصدفه؟ مش هسمح ان يحصل لبنتي اي مكروه. يعني ايه؟ يعني رجلك تتزحلق كده ولا كده، ولا تقعي كده، ولا وصفه من الشيخه صباح، ولا نصيحه من حد من الستات اللي بتصاحبيهم ويحصل لبنتي حاجه، انا اعتبرك مسؤوله مسؤوليه كامله على اللي هيحصل لها. وساعتها ربنا وحده يعلم انا هعمل ايه. سيبني لوحدي يا فريد. انا رايح ادفع فاتوره المستشفى وهرجع علشان اخدك على البيت، بيت ابوكي طبعا. هتبقي تقولي لهم اي حاجه، احنا اتخانقنا مع بعض زي العاده. وانا هروح البيت علشان اقعد مع بناتي واحاول ادور على اجوبه لاسئلتهم، اسئلتهم اللي كبرت قبل الاوان. عن اذنك. استاذ صبري، هو حضرتك لسه قدامك كتير؟ لا انا خلاص قايم ماشي. انا عارف ان سهرتك شويه وعايزه ترتاحي. لا مش على كده والله، بس بصراحه انا جايبه بيض بالبسطرمه وهعمل سندوتشات. قلت ايه؟ لا بلاش، انا خليني اروح اتعشى في البيت احسن. زي ما حضرتك تحب. رد على التليفون لو حد عايزني، انا مش موجود. حاضر يا فندم. الو. ايوه، مين عايزه؟ طيب لحظه واحده. مش قلت لك تقولي مش موجود؟ لا يا فندم، دول امن العماره بيقولوا ان في واحد تحت عايز يقابل ضروري، عايز يطلع دلوقتي؟ خلاص هقول لهم يجي بكره احسن. لا لا لا، ما ينفعش. يمكن يكون في ورطه محتاجني. شغلتنا عامله زي الدكاتره. بقول لك ايه، قول لهم يطلعوه وروح افتح الباب. حاضر يا فندم. الو. ايوه خليه يتفضل. اوكي، عن اذنك. الحقيقه يا استاذ صبري، ده صلاح. صلاح مين؟ جوز اختي. طب وده عاوز ايه؟ اكيد كان بيدور عليا وعرف انها بابت هنا. انا مش هفتح. انت خايفه ولا ايه؟ روح افتح الباب. يا استاذ صبري، ده واد شراني وايده طايله، ممكن ياذيني. ده انا اوديه ب 60 داهيه. انت عبيطه ولا ايه؟ روح افتح الباب وخليه يجي هنا على طول. يلا. حاضر. يلا مني يا محاسن. عايز ايه؟ لازم تعرفي ان انا هجيبك من اي مكان يا محاسن. ممكن اعرف انت عاوز ايه بالظبط؟ ممكن اعرف بقى مين حضرتك بالظبط؟ متهيألي سؤال سخيف قوي. انت سائل وعارف انت رايح عند مين. ممكن تخش في الموضوع وتقول عاوز ايه؟ ماشي. عايز اعرف ايه اللي بينك وبين اخت مراتي اللي هي زي اختي بالظبط. اختك يا كلب يا قليل الادب. اخلص يا بنت والا اسمع، لم نفسك احسن لك. استاذ صبري، سيب لي الاشكال دي، انا اعرف اتعامل معاها كويس قوي. استنى انت يا مدام حسن. ممكن تقول لي عاوز ايه؟ ماشي. بص يا استاذ، اللي يضحك على بنات الناس يبقى ايه؟ يبقى وحش، صح؟ خش في الموضوع على طول. ماشي. الست اللي اسمها محاسن دي انا كنت جايب لها راجل زي الفل، راجل مقتدر وفله، كان هيظبطك ويظبطني معاكي. غلطت انا بقى يا باشا؟ لا يا سيدي ما غلطتش. جيت بقى سعادتك مليت دماغها بكلمتين حلوين، ايشي شغل وايشي بيات في المكتب وحاجات كتير يا باشا ما ترضيش ربنا. ويصح الكلام ده يا باشا؟ قطع لسانك يا قليل الادب، انا انسانه محترمه والاستاذ صبري راجل محترم. استنى يا محاسن، قلت لك. اسمع يا اخ انت، الجواز ده اسمه نصيب، ومدام محاسن ماهيش قاصر. يا تقول يا تقول لا. القانون نفسه بيقول كده. لا يا باشا، القانون ده لا مؤاخذه يعني عند سعادتك، لكن احنا عندنا بقى اولاد بلد الجدعان حلوين قوي، كلمه عندهم هي كل حاجه، هي كلمه وفاتحه الست تبقى في بيت جوزها، ده اللي عندنا يا باشا. انا مش هتجوز غصب عني يا صلاح، حتى لو هموت نفسي. طب اختك يا محاسن
اختك وابنها محاسن، ده الراجل هيظبطنا ويدفع فله. هيدفع لهم ولا يدفع لك انت؟ مش هتجوز يعني مش هتجوز. متهيألي بقى الكلام واضح. اسمع، خلي عندك دم وامشي بره، يا اما هطلب لك الامن وهبيتك في الاسم، ومش هيعجبك ابدا اللي هيحصل لك. ماشي، ده اخر كلام عندك يا محاسن؟ ايوه. بس يكون في علمك بقى، دي مش اخر مره هتشوفيني فيها، هتشوفيني تاني يا محاسن. بالاذن يا باشا.